بسم الله وتكلنا عليك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم في ذوق بالنا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وصفتنا لنهار اليوم هي الكعبوش اللي راح نقدمه لكم بعدة أشكال. راني درت لهنايا 3 سورت، درتو اون فورم دو فوي، درتو دي بولات ودرتو ايضا دي كاري. تفضلوا معايا نشوفوا المقادير. مقاديرنا لهذه الوصفه هي 2 كيسان تاع سميد متوسط ومحمص، كاس ماشي معمر نتاع لا مارغارين غير ان دوا، ولا عندنا ان بول تاع الغرس مفور، فورت الغرس لهنا، وعندنا ايضا مغرف نتاع القرفه ودجاج محمص. في الغيسيبيون فرغوا المقادير. راح نحتاجوا ايضا كاس نتاع العسل اللي نخليه مع التالي كامل نسخنه، وراح نجمع به هذا المقادير. نحطوا لي زانغريديون كما شفتوا، نخلطوهم ونضيفوا لهم الغرس مفور ولا التمر المعجون مفور. نجيبوا الكاس نتاع العسل نتاعنا اللي كنت سخنته مليح، سخنته رايحين نجمعوا به كامل هذا المقادير كما راكم تشوفوا في الفيديو. فوالا راه سخون شويه لهنا، نسي نجمعوا غير بالعقل. هنا بعد ما لمينا كامل المقادير بهذاك الكاس نتاع العسل، نجيبوا اون اسيت بلاط ونيطالو هذاك الخليط. نجيبوا ان نومبورت بياس، جيبوا الشكل اللي تبغوه، ورقه ولا كاري ولا كيما تبغوا البنات، ولا ورده، ونقطعوا الكعبوش نتاعنا. شوفوا الورقه شحال خرجت مشابه ما شاء الله. عندكم الخيار تقدروا تستعملوا اي مول ولا اي امبورت بياس. عندي ديجا وصفه الكعبوش في القناه اللي كنت محضرتها بطريقه عاديه. هذه المره بدلت لكم الطريقه، خليت العسل مع التالي كامل وضفته. بهذه الطريقه يجيكم الكعبوش طري ما شاء الله، يعني كلتا الوصفتين يجي طري، ولكن بهذه الطريقه يجي طري اكثر. والدجاجلان راح يعطيه مذاق هايل. الدجاجلان محمص مع سميد محمص ومع التمر هذاك المفور راح يعطينا مذاق روعه. كيما راكم تشوفوا في الفيديو نستعمل هذا المول تاع الورقه، ومن بعد راح نغير المول ونستعمل مول كاري. لهنا الطريقه راح تختلف. لهنا راح نعمروا هذوك لي كاري كيما راكم تشوفوا في الفيديو، نعمروهم مليح ونضغطوا عليهم باش كي نجو نديمونوهم يطيروا لنا فاسيلمون. فوالا نضغطوا على هذاك المول ونخرجوا لي كاري كيما راكم تشوفوا. الطمينه بهذا الشكل ثان شابه، مربع، شكل مربع هايل ما شاء الله. بهذا المقادير وبهذه الطريقه يعني صغرنا الكعبوش، استعملنا دي مول قطع لي بزاف ما شاء الله. كيما هكا تستعملوا دي كيسات ارجونتي ولا دي كيسات اللي بغيتوهم البنات استعملوهم لهذا الكعبوش. بنفس الطريقه راح نعمر هذاك المول وراح نديموليه. فوالا. وبعد ما نكملوا مربعات نتاع الطمينه رايحين نشوفوا الشكل التقليدي الاصلي نتاع الكعبوش، اللي هذا هو عباره عن كرات. هذا هو الكعبوش التقليدي الاصلي. هذه هي الطمينه تاعنا بعد ما كملتها، ولا الكعبوش طمينه التمر خرجت ما شاء الله. التزيين عندكم الخيار، لهنا كنت زينتها بالكاوكاو وبالكرز المجفف ماشي المصبر، كرز مجفف، وايضا بالجوز، وعندنا ايضا حبات نتاع البيست. والشكل تاعها شحال خرج ما شاء الله. بالنسبه للورقات راح نزينهم بالفستق مرحي ولا البيستاش مولي. كيما قلت لكم التزيين عندكم الخيار، تقدروا تخلوهم سامبل بشكل كرات، ولا تقدروا تستعملوا دي مول وتشكلوا هذه الاشكال، مربعات ولا ورقات ولا كيما تبغوا البنات. والتزيين عندكم الخيار، تقدروا تزينوهم كيما تبغوا البنات باي مكسرات. وبعد ما نكمل التزيين تاع المربعات مع هذوك الكرات رايحين نزينوا الورقه بالفستق المرحي ولا بيستاش مرحي. لهنا نقدروا نعمروا نص الورقه برك بالبيستاش، ولا نقدروا نعمروا الورقه كامله كيما راكم تشوفوا في الفيديو. نزيدوا نجيبوا ان كاري ونديروا فيه بيستاش مرحي وكرز مجفف. نحن نعتز بوصفتنا التقليديه الجزائريه، حتى ولو احدثنا يعني عليها تغيير ولا دخلنا لها لمسات جديده، ولا تبقى الوصفه التقليديه بقيمتها، وهي من تراثنا الجزائري العريق. احنا نحتفل بهذا العام بغرض اللمه العائليه. احنا نديروا هذه المناسبه باش تجتمع العائله وباش نفرحوا الذراري، الاولاد يفرحوا بهذوك الدقادق والحلويات وكامل. هي مناسبه اللي نحضروا فيها اطباق تقليديه بالكوكس ولا الرجته ولا الطعام. كل ولايه وتتميز بتحضير الطبق الخاص بها، يعني وكاين اللي يحضروا اطباق عاديه يعني اطباق غير تقليديه. وكختام من الفيديو نقول لكم لا اله الا الله ومحمد رسول الله. خير ما نبدا به الفيديو تاعنا وخير ما ننهي به الفيديو تاعنا. نتلاقاو في الخير وعلى خير مع وصفات اخرى عما قريب ان شاء الله. الى ذلكم الحين تهلاو في رواحكم بزاف. مع السلامه.